يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، ولايك وشير ومتابعه للصفحه، ونخش في الوصفه بتاعتنا ونشوف احنا عملنا في الفرختين القمر دول ايه. انا طبعا الفرختين دول شطفتهم شطفتين كده على الحوض، بس هنغسلهم طبعا بعد ما نقطعهم. تمام. انا بالنسبه لي كل حاجه في الفرخه عملتها معاكم هنا في الفيديو، علشان ايه ما يبقاش فيه ناقص اي حاجه ولا اي ثغره، من اول تقطعها لغسلها للمحلول بتاعها كل حاجه. انا قطعت الفرخه كده من النص، من الظهر بتاعها، ورحت جايه فاصلها الاتنين عن بعضهم كده زي ما انتم شايفين. تمام كده، وبفصل الايه الورك عن الصدر. تمام كده. وهبدا ان انا اشيل الجلد. بتشيل الجلد ليه يا امان؟ هتعرفوا دلوقتي انا بشيل الجلد ليه يا جماعه. واحده واحده كده واحنا مع بعض اهوت في الفيديو، وكل حاجه هتبان قدامنا. تمام. هنا برضو بشيل الجلد بتاع الدبوسه بالشكل ده. بفتح الدبوسه كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اظن احنا عرفنا احنا هنعمل الفراخ بتاعتنا ايه دلوقتي، ومش دي اول مره اعملها معاكم، انا عملتها معاكم على صفحه بطرق كتيره جدا. وهنشوف برضو هنكمل بقيه الفيديو معانا هنعمل في الفرخه ايه. تمام. قطعت الجلد هنا وقسمت الصدر لنصين زي ما احنا شايفين كده، الناحيه اللي هي فيها لحم والناحيه اللي هي فيها كتف قسمتها كده زي ما احنا ما بنشتريها بالظبط من المحلات بتاعتها. تمام. احنا طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا عاملين مقاطعه يا جماعه، ومش هنحرم عيالنا من اكل بره او من اكل المحلات الكبيره. فاحنا بالنسبه لنا نقدر نعمل الاكل ده في البيت بكل سهوله وبكل يسر. تمام. كملت تقطيع الفرخه بقى اهوت زي ما انتم هنا بقى بعد ما قطعتها من الغسيل كده بالميه بس وعلى الحوض، جبت بقى هنا المحلول اللي احنا هننقع بيه. حطيت معلقه طحينه، حطيت معلقتين دقيق ومعلقتين سكر وليمونه. هو ده الخليط اللي انا بنقع بيه الفراخ عشان نشيل منه اي زفاره. هبدا الفهم كده مع بعض يعني اكني بعجن اصلا عجين. شوفوا بخلي كل الخليط يخش جوه مسام اللحم علشان ايه ما يبقاش فيه اي ريحه زفاره. تمام. هاخدها بقى اشطفها كده كام شطفه على الحوض، وبعد ما هشطفها هحطها في قلب مصفى اصفيها خالص من الميه اللي فيها. ليه بتصفيها يا ايمان؟ مش عايزه اي نقطه ميه فيها، عشان المحلول اللي انا هجهزه دلوقتي اول لما احط الفراخ فيها بعد ما تتصفى هتبقى طبعا ما فيهاش اي سوائل. اول لما احطها في السوائل بتاعتها تروح جايه شاربه كل المحلول بتاع النقع بالتوابل. هنا جبت بوله حطيت فيها معلقتين ورقتين اللوري، وحطيت فيها قرفه خشب، وحطيت فيها قرنفل وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وبابريكا وشطه وكركم وملح وايه تاني يا ربي، اللهم صل على سيدنا محمد، كمان بهارات فراخ. وقلبت كل الكلام ده مع بعض. ضفت عليهم هنا ميه عاديه جدا من الحنفيه. هنا بقى ببدا ان انا انقع الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده. بالنسبه لكم لو انتم عايزين الفراخ تكون شاربه قوي من التتبيله بتاعتها نقدر نبيتها ليله كامله في قلب التلاجة. لو انتم لا مستعجلين عليها، اقل حاجه يا جماعه 6 ساعات في التتبيله دي، اقل حاجه 6 ساعات. اكيد كده يعني ايه وصلت المعلومه. هنا يلا بينا بقى هنعمل ايه عبال ما طبعا انا سايبه الفراخ تتبل براحتها وكده. فهنعمل برضو سلطه الكولسلو مع بعض كده. برضو المفروض ان هي تبقى دي في فيديو منفصل لوحدها، بس برضو قلت ايه عشان ابقى لما معاكم الوصفه كلها ما يبقاش في حاجه بره واقول لكم ايه. هحط لكم اللينك او ادخلوا شوفوه تاني. ده الكرنب يا جماعه اللي بيتعمل بيه الكولسلو، مش الكابوتشا خالص. تمام. ده كرنب ابيض صغير كده بتاع السلطه. جبت هنا المبشره بتاعتي ورحت جايه بشرها بقى. تمام. اخدت الكميه اللي تكفيني كده في قلب طبق، وبقيتها بعملها بستريتش راب زي ما انتم شايفين كده. بغلفها كلها ما بخليهاش فيها اي حاجه ظاهره منها، وهروح جايه احطها في قلب التلاجة. لو قعدت معايا شهر شهرين مش هيحصل لها اي حاجه. تمام كده. لو وصلنا لحد هنا ما تنسوش تقولوا لي بتتابع الفيديو من اي بلد، بيسعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. تمام كده زي الفل. هشيلها بقى في التلاجة وهبدا ان انا ابشر جزرتين 2. تمام. بقى نحضر الصوص بتاع الكول سلو. معايا هنا يعني كوبايه زبادي كبيره. الكوبايه دي مش من الصغيره، الكوبايه دي من الكبيره يا جماعه. لو احنا معانا كوبايات صغيره نقدر نستخدم كوبايتين 2. تمام. هحط عليهم حوالي نص كوبايه مايونيز. تمام. طبعا اهم حاجه في الكول سلو الزبادي والمايونيز والعسل، هو ده مكونات الكول سلو. هنقول بقى هنحط لبن، هنحط اي حاجه تانية؟ لا. اللبن ده اللي هو الحليب يا جماعه. احنا لازم نحط حاجه تكون رايب. لو في لبن رايب مفيش مشكله. زبادي مفيش مشكله اللي هو ياغورت. تمام. حطيت هنا برضو الكرنب المبشور وقلبت كده. وطبعا بعد ما اقلب اشوف محتاجه عسل تاني ولا لا. لو مفيش بالنسبه لكم عسل نقدر نحط معلقتين سكر، بس هو الطريقه الصحيحه اللي بتتعمل في المطاعم الكبيره هي بالعسل. تمام. يلا بينا نعمل برضو الرز الريزو. مش هقول لكم برضو ان احنا ايه المفروض نعمله في فيديو منفصل لوحده، بس انا زي ما قلت لكم
بكرر تاني الكلام، بحط كل الوصفه مع بعضها في قلب الفيديو عشان ما نتوهش من بعض. تمام. حطيت هنا حوالي 5 معالق زيت، حطيت عليهم معلقتين سمنه بلدي او زبده اللي المتاح عندك. كنت مقطعه بصلايه مكعبات زي ما احنا شايفين كده، حطيت عليها معلقتين صغيرين كده توم مفروم. انا مش هحمر البصلايه، تمام، انا هشوحها بس لحد ما ايه ريحتها تطلع. انا عايزه ريحتها تطلع مع البصل والسمنه، مع سوري، مع الزيت والسمنه. تمام. معايا هنا صوص الباربيكيو، حطيت معلقه كبيره، المعلقه دي كبيره قوي يا جماعه فناخد بالنا. وحطيت كمان معلقه كبيره من الكاتشب. وطبعا اساس الرز الريزو الصوصات. تمام. ما عندكيش صوص الباربيكيو تقدري تحطي معلقه من عسل النحل، من عسل سوري، من عسل الاسود. طعمها مش هيبان خالص. تمام. هي هتدي لون برده وهتحل محلها. هحط برده معلقه من الشطه، المفروض ان هو صوص الهاليبينو، بس انا ما كانش عندي، حطيت فلفل حار. وكمان معايا صويا صوص. عايزه اقول لكم بقى بالنسبه للمنتجات دي، المنتجات دي عندي من فتره يا جماعه. انا لما بنزل بجيب الحاجات من السوبر ماركت بجيب بالاثنين بالثلاثه كده، فعندي بقى لها فتره بالنسبه لي يعني ما بستخدمهاش كتير، عشان بس ما تقولوش انتوا مش مقاطعه، لا احنا مقاطعين والله يا جماعه. حطيت هنا برده مكعبين مرق الدجاج. انا بالنسبه لي مش بحب استخدم مرقه الدجاج خالص في الاكل بتاعي، بس الوصفه دي بالذات بتبقى محتاجه مرق الدجاج. تمام. الاساس بتاعها مرقه الدجاج. حطيت بقى طبعا نص كيلو رز على على المكونات بتاعتي كده. تمام. وقلبتها، هشوحها بقى شويه. تمام. هنفضل نشوح فيها كده لحد ما ايه الرز يبقى واخد من اللون بتاع الصوصات. هحط بقى معلقه بصل بودر وتوم بودر، وهقلب برده، وهروح جايه مزوده ميه من الحنفيه عاديه جدا خالص. تمام. لو وصلنا لحد هنا ما ننساش نصلي على النبي في كومنتات كتير يا جماعه. ربنا يبارك فيكم يا رب ويزيدكم من فضله. خلاص انا قلبت اهوت وزودت الرز وبدوقه، علشان انا ما حطيتلوش ملح، لان مكعبات الماجي او مكعبات مرقه الدجاج بتبقى فيها ملح. هنا بعد ما غلي وشرب الصوص بتاعه او الميه بتاعته، بقلبه كده تقليبه، عشان هنشوف. بصوا اي رز فيه بصل بيلزق من تحت، فلازم نقلبه تقليبه ونروح جاي مهدين عليه النار خالص، وهسيبه بقى ايه عشان يستوي مع نفسه. يلا بقى نجهز الخليط البودر اللي احنا هنتبل بيه الفراخ بتاعتنا او هنبدر بيه الفراخ بتاعتنا. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق الابيض. تمام. حطيت عليهم كمان كوبايتين من الدقيق الاصفر اللي هو الدقيق الذره. وهحط التوابل بتاعتي بقى، نفس التوابل اللي انا حطيتها على الفراخ. فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، ملح، بابريكا، اللهم صل على سيدنا محمد، شطه، كركم كده. بس هي دي المكونات. انتوا عايزين تضيفوا اي توابل من عندكم مفيش مشكله. حطيت هنا كيس ونص بيكنج باودر عشان تبقى الكفر مش مكتوم كده. ايه، ما حدش يقول احنا عايزين نشتري واحنا عاملين مقاطعه، فمفيش حاجه خالص يا جماعه، احنا اهو اوفر وانضف واحسن من بره بكتير. جبت هنا الدبوسه بتاعتي، حطيتها في قلب الدقيق بتاعي دوت، ورحت جايه مرجعاها تاني في قلب الصوص بتاع التتبيله. تمام. وحطيتها في الكفر البودر تاني، وقعدت يعني اقلب فيها كتير. اهم حاجه ان احنا نقلب في الكفر كتير، نقلب في حته الفرخه بالكفر البودر كتير، ده اللي هيخلي لها القرمشه والخرفشه اللي بتبقى بره دي. تمام. زي ما احنا شايفين كده، هنقلب كده كتير جدا، ونروح جاي منفضينها كده. واول لما نخلص من هنا نروح جاي حاطين في الزيت السخن على طول، ما نركنش يعني، ما نتبلش ونحط في الكفر ونركن. تمام. عشان بس لو احنا عملنا الخطوه دي هتبقى معانا مش مظبوط، وهتبقى معانا مش مخرفشه كده. اهو انا هنا عشان بس التصوير جبت لكم بس اول 2 كده، وبعد كده ايه بعمل انا مع نفسي الكميه كلها. الزيت سخن جدا، وبنزل بالفراخ. طبعا مش لازم الزقهم في بعض، ومش لازم اقلبهم اول ما انزلهم يا جماعه. تمام. انا هنا بس بتاخر كل واحده عن الثانيه، ومش هغطيهم اول لما انزلهم، انا هسيبهم بس ايه على نار عاليه يبداوا يشمعوا الكفر بتاعهم كده، وبعدين هغطيهم بقى وهدي عليهم النار خالص. لمده قد ايه؟ لمده تلت ساعه. تمام. ومن حين لاخر نقلبها شمال ويمين، بحيث ان الجنب ده يستوي والجنب ده يستوي. تمام. وهنا خلاص كانت استوت معايا خالص، ببدا ان انا اطلعها بالشكل ده. زي ما قلت لكم دي مش اول مره اعمل معاكم الفراخ ديت يا جماعه، انا كنت عاملاها معاكم قبل كده بالدبابيس، وعملتها معاكم بالستريبس، وعملتها معاكم فراخ كامله. ف دي كذا مره ان انا اعملها معاكم، وبطريقه وبتتبيله مختلفه عن الطريقه اللي قبلها. تمام. يعني بنحاول ان احنا نوصل للطعم الاصلي الحقيقي في الوصفه دي. الطعم دوت جاب الطعم الاصلي خالص يعني، والخرفشه الاصليه. شوفوا بقى، انا عايزه اقول لكم حصل لي مشكله هقول لكم عليها دلوقتي. دي كانت مش كل الكميه، في كميه لسه ما خلصتش، بس انا بالنسبه لي عشان بس ايه ما اطولش عليكم الفيديو، قلت اما اخلص معاكم الوصفه، وبعد كده ايه ابقى اكمل بقيه الكميه مع نفسي يعني. تمام. هنا طبعا عشان نحس ان احنا ايه بناكل في مطعم او كده، حطيتها في قلب اطباق كانت عندي من اللي هي بفرز فيها دي، وجبت الرز اهو قلبته برده غرفته في قلب الاطباق ديت اهو زي ما احنا شايفين كده. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعه للصفحه. يعني بصوا، انا كل اللي بيخش عندي في الصفحه بيدعي لي، مش عايزاكم يعني ايه تبخلوا عليا بالدعوه دي، او باللايك او بالشير او بالمتابعه. يعني عايزين العيله بتاعتنا تكبر. هنا طبعا المقطع ده انا كنت صورته قبل كده وفصل مني، وده كان بقيه الاكل.
قمت الساعه 3 بالليل حطيته تاني وصورت تاني علشان المقطع اتحذف مني وانا بمنتج. فقلت الحمد لله ان كان لسه باقي فراخ ان انا ايه اوري للمتابعين حبايبي الفراخ كانت جودتها عامله ايه ومستويه ازاي، والرز والكول سلو كان جودتهم عامله ازاي. يا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والمتابعه للصفحه. ومعلش انا اسفه جدا ان انا طولت عليكم، بس انا جمعت لكم كده حوالي 3 وصفات في قلب فيديو واحد. كان بقيه الاكل قمت الساعه 3 بالليل حطيته تاني وصورت تاني علشان المقطع اتحذف مني وانا بمنتج. فقلت الحمد لله ان كان لسه باقي فراخ ان انا ايه اوري للمتابعين حبايبي الفراخ كانت جودتها عامله ايه ومستويه ازاي، والرز والكول سلو كان جودتهم عامله ازاي. يا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والمتابعه للصفحه. ومعلش انا اسفه جدا ان انا طولت عليكم، بس انا جمعت لكم كده حوالي 3 وصفات في قلب فيديو واحد.